بسم الله الرحمن الرحيم. بتحس بإيه لمّا بييجي لك like comment share love على الposts اللي أنت بتحطها على إنستجرام، على فيسبوك، على تيك توك، بتحس بإيه؟ بتتبسط صح؟ طب لو في حد بيتفاعل معاك بصورة عالية جدًا، كل حاجة بتحطها بيحط لك عليها love، بيعمل لك عليها comment، بيعمل share لكلامك، بيsupport كلامك أوي، بيسنده، بيدعم كلامك، موافق عليه على طول، بيخش في التعليقات وبيدافع عنك، الشخص ده هيبقى عامل إزاي بالنسبة لك؟ هيبقى شخص مهم جدًا، صح؟ لإن هو بيدّيك تفاعل عالي جدًا، بيدّيك تفاعل عالي وفعلًا مهتم بكلامك وحابب كلامك، يعني ده الإحساس اللي واصل لك. الشخص ده لو دخل بعت لك message هترُد عليه، طلب منّك مساعدة في حاجة، هتساعده، ليه؟ لإن في علاقة وِد بينك وبينه. طب لله المثل الأعلى بقى، ده لو أنت حاسس كده، تعالَ بقى لله المثل الأعلى. تخيّل بقى أنت لو بتعمل نفس التفاعل ده مع كتاب الله، تخيّل مع القرآن، بتعمل له like، بتعمل له love، حابب اللي أنت بتقراه، بتعمل له comment، يعني بتكتب اللي أنت بتفهمه وبتحاول تسأل، بتحاول تتفكّر وبتحاول تتعقّل عشان توصل لليقين، أوكي؟ بتعمل share لكلام ربنا، يعني بتدعو إليه، عايز الناس تتفاعل معاه، عايز الناس تقرا كلامه، بتحاول توصّل لهم كلامه زي ما أنت تدبّرته. شايف نفس التفاعل؟ تخيل بقى أنت بتعمل التفاعل ده مع كتاب الله، أنت موقعك عند ربنا هيبقى عامل إزاي؟ أكيد مش هينفع تخش تبعت لربنا message دعاء ويتعمل له سين وما يردش عليك، أكيد هيرد عليك، أكيد هيرد عليك، أكيد هيرد عليك، وأكيد هيعمل لك اللي أنت عايزه، ده أنت بتتفاعل مع كلامه، أنت متخيل؟ خُد بقى المثل الصغير ده اللي أنا قُلته لك واعكسه على حاجة كبيرة زي دي ولله المثل الأعلى. وشوف كده أنت ممكن تبقى واصل لفين، كل ما تشوف بقى like وcomment وshare وlove افتكر على طول الموضوع ده، افتكر إن أنت لازم تقوم تعمل جري الموضوع ده مع كتاب ربنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.